السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أولى إعدادي. النهاردة بإذن الله هنحل امتحان 6 محافظة الإسكندرية صفحة 156 دراسات بكتاب الامتحان. أولا معانا الجغرافيا. أمامك خريطة للعالم، اكتب ما تشير إليه الأرقام الآتية. رقم 1 معانا على الخريطة قارة آسيا، رقم 2 المحيط الهادي، رقم 3 البحر المتوسط، رقم 4 جبال البحر الأحمر، رقم 5 معانا على الخريطة دائرة عرض مدار الجدي، رقم 6 بحر مغلق قزوين. يبقى 1 قارة آسيا، 2 المحيط الهادي، 3 البحر المتوسط، 4 جبال البحر الأحمر، 5 دائرة عرض مدار الجدي، 6 بحر مغلق قزوين. السؤال اللي بعد كده بما تفسر يعرف كوكب الزهرة بتوأم الأرض. هنقول بسبب تقاربه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة. 2 الأرض كرة غير كاملة الاستدارة. هنقول لأن أبعاد الأرض عن مركزها غير متساوية، فالقطر الاستوائي أطول من القطر القطبي. لأن أبعاد الأرض عن مركزها غير متساوية، فالقطر الاستوائي أطول من من القطر القطبي. رقم 3 أهمية اليابس والماء. الإجابة أنا كتبتها لكم فوق يا سنة أولى. هنقول اليابس هو الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان ومصدر منتجاته الحيوانية والزراعية والمعدنية، والماء يعد سر الحياة ويحتوي على الكثير من الثروات المعدنية. تاني، اليابس هو الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان ومصدر منتجاته الحيوانية والزراعية والمعدنية، والماء يعد سر الحياة ويحتوي على الكثير من الثروات المعدنية. السؤال اللي بعد كده رقم 2 صوب ما اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. رقم 1 مجرتنا من النوع البيضاوي خطأ لأنها من النوع الحلزوني. يقع حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والأرض خطأ لأن بين كوكبي المريخ والمشتري. يسمى خط الطول درجته 0 بخط جرينتش صح. الانقلابين هما الصيف والشتاء بينما الاعتدالين هما الخريف والربيع صح. تعد قارة أفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة صح. رقم 6 تكون المياه الجارية بعض الظاهرات التضاريسية مثل الدلتاوات صح. السؤال اللي بعد كده ماذا يحدث إذا أصبح كوكب الأرض مكان كوكب نبتون؟ هنقول سوف يصبح كوكب الأرض شديد البرودة وبطيء الدوران حول الشمس وتتجمد به جميع المسطحات المائية وبالتالي يصعب الحياة عليه. طب رقم 2 كانت جاذبية الأرض مثل جاذبية القمر. هنقول كان الإنسان سيطير في الهواء عندما يبذل أي جهد. كان الإنسان سيطير في الهواء عندما يبذل أي جهد. رقم 3 لم تتعرض الأرض للحركات الباطنية البطيئة. يبقى ماذا يحدث إذا لم تتعرض الأرض للحركات الباطنية البطيئة؟ لم تتكون القارات بشكلها الحالي ولم تتكون السلاسل الجبلية العملاقة. يبقى لم تتكون القارات ولم تتكون السلاسل الجبلية العملاقة. السؤال 3 اكتب المصطلح الجغرافي لكل عبارة من العبارات الآتية. جسم سماوي صلب يمكن رؤيته في السماء على هيئة سهام ضوئية. قال لنا على هيئة ايه؟ سهام ضوئية. على طول هتكتب الشهب. جسم معتم لا يشع ضوء ولا حرارة ويستمد ضوءه وحرارته من نجم قريب منه الكوكب. أقرب الكواكب للشمس وأكثرها حرارة كوكب عطارد. دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية دوائر العرض. طب لو كان كتب لك بدل دوائر دي كلمة إنصاف أول ما تلاقي، عشان بس كتير بيتلخبطوا في الامتحان في السؤال ده. انت لقيت في أول الجملة كلمة دوائر هتكتب دوائر العرض، لقيت في أول الجملة كلمة إنصاف هتكتب إيه؟ خطوط الطول. هنروح للسؤال اللي بعد كده رقم 5. السؤال 5 أجزاء مرتفعة من سطح الأرض تشبه الجبل ولكنها أقل منه ارتفاعا التلال. مساحة واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة المحيطات. قارن بين الدورة اليومية والدورة السنوية للأرض وقارن بين الزلازل والبراكين. هنقارن بينهم من حيث المفهوم أو التعريف. هنقول الدورة اليومية هي دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة.
لأنها اسمها إيه؟ دورة يومية، واليوم عندنا فيه قد إيه؟ 24 ساعة. يبقى نقول الدورة اليومية دوران الأرض حول نفسها أو محورها أمام الشمس نفسها، أي محورها، يعني ممكن تكتب نفسها هي محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. حابب تكتب النتائج ماشي، تعاقب الليل والنهار، نتائجها إيه؟ تعاقب الليل والنهار. انحراف الرياح، انحراف الأجسام الساقطة عن الخط العمودي على الأرض. لو عايز تكتبها ماشي، مش عايز تكتبها برضو براحتك. الدورة السنوية دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 وربع يوم. عايز تكتب النتائج هتكتب تعاقب فصول السنة الأربعة. والمقارنة رقم 2 قايل لك قارن بين الزلازل والبراكين. هتقول الزلازل هزات متتالية سريعة تحدث في أجزاء معينة من القشرة الأرضية. يبقى الزلازل هزات متتالية سريعة تحدث في أجزاء معينة من القشرة الأرضية. أما البراكين فتحات في قشرة الأرض تصل باطن الأرض الشديد الحرارة بسطحها البارد، تندفع منها وقت الثوران مواد منصهرة وأبخرة وغازات ورماد. تاني البراكين فتحات في قشرة الأرض تصل باطن الأرض الشديد الحرارة بسطحها البارد، تندفع منها وقت الثوران مواد منصهرة وأبخرة وغازات ورماد. ثانيا التاريخ لمن تنسب الأعمال الآتية. بنى عاصمة موحدة للبلاد عام 3200 قبل الميلاد الملك نعرمر. شيد معابد الشمس في أبيصير بالجيزة وسركاف. ايه تاني؟ رقم 3 أقاموا عاصمة شرق الدلتا وأطلقوا عليها أواريس الهكسوس. هزم شعوب البحر المتوسط بريا عند رفح شرق مصر رمسيس الثالث. عاون الملك في تنظيم شؤون البلاد الوزير. نادى بعبادة إله واحد ورمز له بقرص الشمس إخناتون، وممكن تكتب إمنحتب الرابع، يعني إخناتون هي إمنحتب الرابع. هنروح للسؤال اللي بعد كده. من النتائج التي ترتبت على اكتشاف المصري القديم النار؟ ركزوا معايا يا حبايبي. هنقول استخدامها في طهي الطعام والإنارة وإبعاد الحيوانات المفترسة. يبقى استخدامها في إيه؟ في طهي الطعام والإنارة وإبعاد الحيوانات المفترسة. رقم 2 عدل الملك سنفرو مع المصريين. هنقول ترتب على ذلك أحبوا المصريون لذلك أطلق عليه المحسن المحبوب. أحبوا المصريين لذلك أطلق عليه إيه؟ المحسن المحبوب. بعد كده قايل لك ما النتائج المترتبة على اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود بعد الموت. هنقول ترتب على ذلك بنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة توضع فيها جثث موتاهم بعد تحنيطها. يبقى ترتب على ذلك بنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة توضع فيها جثث موتاهم. السؤال رقم 5 صوب ما تحته خط. رقم 1 عرف المصري القديم الزراعة في العصر النحاسي، طبعا في العصر الحجري الحديث. رقم 2 اتخذت مملكة الجنوب من نبات البردي شعارا لها، طبعا زهرة اللوتس. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة بحرية إلى بلاد فينيقيا لجلب العاج، طبعا بلاد بونت. أنشأ الملك سنوسرت الثالث سد الله لتنظيم شؤون الري، طبعا الملك امنمحات الثالث. اهتمت إدارة القضاء بالأوامر والمراسيم الملكية، الوثائق الملكية. تعد الصناعات الخشبية أقدم الصناعات المصرية الحجرية. هقول تاني، عرف المصري القديم الزراعة في العصر الحجري الحديث. اتخذت مملكة الجنوب من زهرة اللوتس شعارا لها. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة بحرية إلى بلاد بونت لجلب العاج. أنشأ الملك امنمحات الثالث سد اللهون لتنظيم شؤون الري. اهتمت الوثائق الملكية بالأوامر والمراسيم الملكية. تعد الصناعات الحجرية أقدم الصناعات المصرية. السؤال اللي بعد كده، ما العلاقة بين كل من بلاد بونت ومصر قديما؟ الكاتب والمناصب العليا والزجاج والصحاري المصرية. أول سؤال قايل لك ما العلاقة بين بلاد بونت ومصر قديما؟ هنقول كونت مصر علاقات تجارية مع بلاد بونت لجلب الأخشاب والبخور والعاج
والجلود من هناك عن طريق السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر. يبقى كونت مصر علاقات تجارية مع بلاد بونت لجلب الأخشاب والبخور والعاج وجلود الأسود، أو تكتب والجلود عادي، من هناك عن طريق السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر. طب رقم 2، ما العلاقة بين الكاتب والمناصب العليا؟ هنقول كان ينظر للكاتب نظرة احترام وتقدير، لأن النابغون منهم يرقون إلى مناصب عليا في الدولة. يبقى كان ينظر للكاتب نظرة احترام وتقدير، لأن النابغون منهم يرقون إلى المناصب العليا في الدولة. رقم 3، ما العلاقة بين الزجاج والصحاري المصرية؟ هنقول استخدم المصري القديم رمال الصحاري لصنع الزجاج. استخدم المصري القديم رمال الصحراء لصنع الزجاج. السؤال رقم 6، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كانت مدينة أون أول عاصمة لمصر الموحدة عام 4242 قبل الميلاد. 2، أقام الملك خفرع تمثال أبو الهول. شجعت الملكة إياه حتب زوجها وابنها على حرب الهكسوس. يبقى شجعت إياه حتب زوجها وابنها على حرب الهكسوس. طيب 4، كان الفرعون يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية. اتخذ المصريين القدماء الآلهة ماعت رمزا للحق والصدق. تاني يا حبايبي، أقام الملك خفرع تمثال أبي الهول. شجعت إياه حتب زوجها وابنيها على حرب الهكسوس. كان الفرعون يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية. اتخذ المصريين القدماء الآلهة ماعت رمزا للحق والصدق. السؤال ب، أدرك المصري القديم منذ وجوده في أرض وادي النيل أن العمل بجد واجتهاد والتعاون مع الآخرين هو أساس التقدم والرقي. في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي. 1، ما المقصود بعصور ما قبل التاريخ؟ 2، ما رأيك في أهمية نهر النيل بالنسبة للحضارة المصرية القديمة؟ 3، اللي هي ج، أيد صحة العبارة الآتية. شهدت العمارة ثورة غير مسبوقة في عهد الملك زوسر. يبقى 1، ما المقصود بعصور ما قبل التاريخ؟ هنقول هي عصور ما قبل معرفة الكتابة، وتبدأ منذ خلق الله عز وجل للإنسان على سطح الأرض إلى أن نجح الإنسان في معرفة الكتابة عام 3350 قبل الميلاد. يبقى عصور ما قبل معرفة الكتابة، وتبدأ منذ خلق الله الإنسان على سطح الأرض إلى أن نجح الإنسان في معرفة الكتابة. طب السؤال اللي بعد كده، ما رأيك في أهمية نهر النيل بالنسبة للحضارة المصرية القديمة؟ هنقول السؤال 2، ساهم نهر النيل في تعليم المصريين القدماء زراعة الأرض وتعميرها واستقرار المصري القديم، مما ساعد ذلك على قيام الحضارة الفرعونية. هنقول حيث ساهم نهر النيل في تعليم المصريين القدماء زراعة الأرض وتعميرها واستقرار المصري القديم، مما ساعد ذلك على قيام الحضارة الفرعونية. السؤال ج، أي صحة العبارة؟ بيقول لك شهدت العمارة ثورة غير مسبوقة في عهد الملك زوسر. هنقول لأن في عهده تحولت المقبرة من مصطبة واحدة إلى هرم مدرج يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها. لأن في عهده تحولت المقبرة من مصطبة واحدة إلى هرم مدرج يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان 6 محافظة الإسكندرية. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وربنا ينجحكم جميعا يا سنة أولى، ويا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم باللايك. الاشتراك في القناة هيفيدك في إن أول ما ننزل أي فيديو هيوصل لحضرتك، وإنت إن شاء الله تكون أول واحد تشوفه. واللايك هيفيد زميلك عشان زي ما إنت استفدت زميلك يستفيد. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد.